هنعلمك الصنعه، واهم حاجه تصلي على النبي. انا مش عايز منك حاجه انك تصلي على النبي وشير ولايك وكومنت وشجع اخوك. بص يا جماعه، 6 كيلو عسل، 6 كيلو عسل. حلو، تعال ارجع ورا. 6 كيلو عسل هنضيفوا عليهم هنا ربع كيلو حلبه مجروشه، بس ركز معايا في المجادير. 6 كيلو عسل هنضيف عليهم ربع كيلو حلبه مجروشه ونقلبهم في بعض. اهم حاجه تصلي بينا على النبي عشان اقول لك المقادير المظبوطه عشان محدش يضحك عليك. صلى على النبي. النهارده هنعمل لك الحلبه المجروشه، الحلبه المعجوده اللي هي المفتاحه، حاجه كده بالمقادير. اهم حاجه في الحلبه اللي هي المفتاحه المقادير المظبوطه. نص الصنعه مقادير، ونص التاني اللي هي مرحله الاختبار. ان اهم حاجه مرحله الاختبار، ازاي تعرف ان هي استوت، ازاي تعرف ان هي خلاص كده تمام معاها. ليه؟ انت قلت ان انت سبتها على النار كتير هتلاقيها جبست معاك وكلكعت معاك وبقت ناشفه خالص معاك. هنعمل احنا دلوقتي مقادير 6 كيلو عسل، 6 كيلو عسل عليهم ايه؟ عليهم ربع كيلو حلبه مجروشه وتقلبهم في بعض كده وتسيبهم. لازم كده مع صلى على النبي. ركز معايا في المقادير عشان اهم حاجه عندنا المقادير. هقول لك المقادير بما يرضي الله، مش هينفع نغشك ولا نخدعك عشان حاجه النهارده بتتكلم. هبقى حرام عليا لو انا قلت المقادير غلط وانا عملت حاجه ثانيه. اهم حاجه صلي بينا على النبي. بص يا باشا، المقادير المظبوطه للمفتاحه والحلبه المعجوده، صلي بينا على النبي. هنا كيلو زيت، هتيجي انت جاي نازل ونص كيلو الزاني. كيلو زيت عليه نص كيلو الزاني، عليه ربع كيلو سمسم. حلو، يتحمصوا مع بعض، يتحمصوا مع بعض والرطوبه تطلع من الحوار ده، من السوداني والسمسم، نطيروا الرطوبه منه، نحمصوهم عشان تاكل حاجه كده معاك مقرمشه. يتحمص معانا ولونه احمر. ركز معايا علشان خاطر ايه؟ ما يتحرقش معاك. حلو، عليهم تمن مغات. حلو، يعني نازلين يا باشا بمعلقه دقيق هنا، ونجي مقلبينهم كويس جدا عشان خاطر ما يكلكعش معانا. ركز جدا في الخطوه دي، لازم تقلبهم كويس جدا عشان خاطر ما يكلكعش، ميبقاش فيه كلاكيع. ونيجي جايبين يا باشا العسل اللي احنا عملناه بالحلبه، ونيجي جايين نازلين بيه في الزيت. صلي بينا على النبي. بص يا باشا، احنا دلوقتي عملنا ايه؟ جبنا كيلو الزيت، حطينا فيه نص كيلو سوداني وربع كيلو سمسم وحمصناه. حلو الكلام. وبعدين نزلنا عليه بتمن مغات ومعلقه دقيق، ورحنا جايين مقلبينه. رحنا جايين نازلين بقى بالعسل اللي احنا عملناه، العسل والحلبه رحنا جايين نازلين بيه. وطلع معانا بص المنظر ده. هنا السمسم فوق الوش، السمسم السوداني كده فوق الوش، واخد بالك؟ اول ما هيبدا غليان السمسم السوداني ده هينزل تحت والعسل فوق، واخد بالك؟ هنا بدا يفور معانا اهو، بدا يفور معانا. بقول لك الحاجه هنا، بقول لك الحاجه بجوار الله، مش عايز منك حاجه غير انك تصلي على النبي ولايك وشير وكومنت لاخوك. خد بالك انا بقول لك دلوقتي على المقادير الصح بما يرضي الله، مش بخدعك ولا بغشك عشان عارف ان الحاجه بتتكلف، والله يكون في عون الناس. هيبقى حرام عليا لو انا قلت لك مقادير غلط. انا بقول لك المقادير بما يرضي الله، تاكل المفتاحه صح، واخد بالك؟ دي غير طبعا اللي هي اللي في السوبر ماركت، ان مفيش حد بيعمل الشغل ده. الشغل ده شغل عالي وشغل فاخر وشغل غالي. واهم حاجه تصلي على النبي. ماشي معانا، تاخد الحاجه معاك مقرمشه. شايف؟ بص، شايف المنظر؟ صلي على النبي. امال ما تصلي على النبي وهي كده. شايف الحلاوه؟ شايف الحلاوه؟ ايدك فيها عشان خاطر ما تلدعش معانا. حلو، عسليه. بص بقى هنا، تعالى لي، زلي كده عليها. بص، شوف السوداني فين؟ شايف السوداني بص في القاع، السوداني في القاع. انت لو سبته في القاع هيتحرق اهو. السوداني في القاع اهو. شايف الحلاوه؟ على الهادي كده بقى تستوي معانا. وهنوريك مرحله الاختبار. بص، عارف انت في ده ميه، كل ده ميه، واخد بالك؟ اهي هي الفكره هنا في التسويه ان الميه دي تتبخر عشان تبقى تقيله معانا. حلو. ايوه انت جاي بقى في السوق. تعالى بقى بص يا باشا، هات لي بقى كده. اللي فات ده حماده واللي جاي حماده تاني خالص. تعالى دلوقتي بقى نوريك مرحله الاختبار.
مرحله الايه الاختبار، ازاي تعرف ان هي استوت ولا ما استوتش. هنعلمك الصنعه، واهم حاجه تصلي على النبي، مش عايز منك حاجه انك تصلي على النبي وشير ولايك وكومنت وشجع اخوك. بص يا باشا، هتقلبها، هتجيب طبق سلسين زي ده، تحط فيه شويه كده. بص مفيش خطوط ميه نازله، لو في خطوط ميه نازله يبقى كده لسه ما استوتش، لسه فيها ميه، واخد بالك؟ نميه كده، بص بتتقل معانا، هي كده ايه بتتقل معانا اهي، بتتقل معانا، بتتقل معانا اهي. ناس ايه تبقى ايه تعمل حاجه وهي مطمنه بقلب جامد، بتنزل بتقعد تنفخ فيها كده تبرد معاك بس، واخد بالك؟ هتلاقيها بتتقل معاك كده. خلاص كده يا باشا، كده كل سنه وانت طيب، كده خلصت معانا. هتعمل فيها بقى ايه؟ بص هنا المنظر، بص هنا المنظر، ما تسيبهاش، توطي النار عليها. تعمل ايه بقى؟ هتعصر ليمونه، بلاش ملح ليمون، خلينا في الطبيعي. اول بص بينزل ليمون، بص بص شوف بيعمل ايه، بص اول ما تنزل بالليمون، بص شفت هنا بياكل. انا وانتوا طيبين وبعود الايام، اهم حاجه تصلي على النبي وشير ورايك وشجع اخوك. يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله، الجمال عدى الكلام يا جماعه. بص كده، هات هنا هات هنا، ثواني يا عم صبري، صباح الفل يا عم حاج. بص يا باشا، لما بردت معاك، بص اول ما هتبرد معاك هتبقى عامله كده. ده شغل، ده جديد ده لسه، ها سبتها بس تبرد شويه، عملت كده. بص معاك شفت؟ بص المغات يا باشا هو اللي مدينا الشد دي، المغات هو بص اللي مديها الشد دي. دي خفيفه لسه، هاتين عليها غالي، دي لسه خفيفه، دي لما تبرد هتبقى كده.